قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي يكشف عن اسم المدرب الوطني المقبل، وبحسب قوله فإن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش يحمل الحبل لخلافة جمال بلماضي بعد مرور حوالي شهر على قرارها. في صفحة جمال بلماضي: لم تجد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مدربا وطنيا جديدا، ومن المؤكد أنه تم أجر العديد من الاتصالات مع مدربين من جنسيات مختلفة، ولكن حتى هذه اللحظة نشر هذا الخبر لا يوجد أي شيء ملموس. خلال جولته الإعلامية الأخيرة نفى رئيس الفاف وليد سعد إبرام أي اتفاق مع المدرب، وطمأن جماهير الجزائر بأن المدرب الوطني المستقبلي سيتم معرفته خلال الأسبوع الجاري. وكشف حفيظ دراجي المعروف بمصداقيته عن اسم من سيخلف جمال بلماضي على دكة بدلاء الأخضر اعتبارا من التجمع المقبل، وأضاف: ملف المدرب الوطني المستقبلي شهد العديد من التحولات والمنعطفات، وما لم يكن هناك أي مفاجأة فإن فلاديمير بيتكوفيتش هو الذي سيخلف بلماضي. سيكون على مقاعد بدلاء في المنتخب الوطني خلال المعسكر التدريبي المقبل في مارس المقبل. وأضاف: ستقال أشياء كثيرة عن المدرب الوطني المستقبلي، خاصة فيما يتعلق باختياراته. أضاف: سيقول المعلق الرياضي الجزائري في قناة بي إن سبورت إنه متفائل بمستقبل الفريق الجزائري مهما كان اسم خليفة بلماضي، وأعتقد أن كل الوسائل موجودة لإعادة القطار إلى المسار الصحيح. وأضاف: توجد إمكانات هائلة داخل المجموعة قادرة على تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال الجولات المقبلة في انتظار الاختيار الوطني.